بدي بس اقول للمشاهدين انه قبل ما نبدا هالفقرتين اللي رح يلحقوا بعض هلا، بدي اقول لكل الاشخاص اللي معتبرين انه اولادهم ما بدهم ما لازم يسمعوا الكلام اللي طالع بالروبورتاجات او بالست، بتامل انه يبعدوا اولادهم او حتى يغيروا المحطه، هن احرار. بس اذا بحبوا يسمعوا ويفسروا بمحل معين، اذا كانوا فوق ال 15 هذا شيء قد يكون ممكن على راحتهم. رح نبدا فقرتنا هلا التاليه بتحكي عن مسائل عجيبة عم بتصير داخل البيت الواحد. امرأة على علاقة بخي زوجها، وعلاقة بتتم قدام ابنها اللي عمره سنة، بالإضافة لأنه بتورط أولاد صغار بعمليات جنسية وبتبيعهم، وغير أنه هي نفسها قد تعاشر بعضهم. اليوم رح نحكي بهذا الموضوع، والهدف دايما حماية الأولاد، هي بالآخر حرة باللي بتعمله. رح نطلع روبورتاج ونشوف التفاصيل ونستقبل ضيوفنا. لا طب ليش انا لو ما بدي اياهم يعرفوا انه انا مصاحبي سيلفي ما كنت حتى اشوفه على الواتساب. مرت خيي الكبير صاحبة خيي الصغير، راحت اشتغلت نهار ونص لحتى تفوت خيي الكبير على الحبس. طلعت مصاري من الدعارة 1200 دولار وقدرت تحبس خيي. هي كانت على علاقة مع خيي الصغير قبل ما يفوت خيي الكبير على الحبس. انت قلتي انه انا مصاحبي سيلفي، بس لكن بالنهاية أنا أنتوا بتعرفوا تطلع، مش أنتوا بتعرفوا كلكم بالضيعة، ما أنا بس بدي أعمل شيء بعمله علنا. وأنا مش أنا لما كنت أحكي طب ليش أنا لو ما بدي إياهم يعرفوا إنه أنا مصاحبي سيلفي ما كنت حتى أشوفه على الواتساب وقلت إنه أنا بحبك والكل بيعرف إنه بتفوت قدام ابنها الصغير عادي، بتنام معه وبتفرجه عمره السنة وما بتفرق معها عادي. لا إنه كيف لك عين تنامي هيك قدام ابنك؟ عم بتنامي مع عمه، انه ابنك عمره سنه، كيف إلك عين انه تنامي معه؟ وخاصه انه انت مش مطلقه من بيو كمان، وهيدي وثيقه الزواج، وثيقه الجواز موجوده. كانت تنام مع اولاد صغار، كانت تاخذهم وتطلع على البليار لفوق وتفوتهم لجوا وتنام معهم. بعدها بتتحركش فيه. طيب ماشي. هلا انا رايح، قالت لي يلا امشي على البيت، امشي على البيت. ايه لا هيدا ايه ملا قلت لها لا عندي شغل. تعرف اسمها؟ انا ما مخليه تحت. وهم نمت غير مرة، رجعت لحقتنا. قالت لي تعي هيدا. ايه وكانت تعطيك مصاري؟ كانت تعطيك مصاري؟ ما عطتني شيء ولا مرة عطيتك؟ ولا مرة. وشو كانت تطلع تعمل عن بيك هي؟ تشتغل دعارة. وقديش يعطيها بيك مصاري؟ 50,000. والبنت اللي كانت مرفقيتها شو اسمها هاي الناصحة؟ وفاء. كانت تنام هي وياها؟ شو كان؟ يطلع على السهرة يشتغل هنيك. صاحبة وحدة صغيرة اسمها وفاء، هي بتنام على هاي البنت الصغيرة، والأكثر من هيك إنه بس تشوفها للبنت بتقلها إنه تعي صوريني أنا وصاحبي. ومرة إجاها اتصال إنه في ناس بدهم أولاد صغار، وقالت لهم إيه عندي أنا أولاد صغار، عندي شباب صغار 14 و15 و17 سنة. لك هي كتير هاي اللي عم بخليها تحكي معك كتير حلوة وكتير أمورة وتسمع حلو، وعاملة شعراتها سبايك وبتحب البنات. يا حبيبي ليك انا عندي اولاد صغار وكان عندي قصص انا وياهم، اذا بدك بجيب لك حدا منهم، اذا بدك انه تعمل معهم، اذا بدك احكي معه وترد لي خبر، بس بياخد 1200 هو. وعندي 12 وعندي 15 وعندي 17 سنة، انت اي واحد بدك الا وباخد لك اياه. ليك بتحب اللزبيان هيارة، خليها تخبرك القصة. ليكو في وحدة طيبة يعني أنا وياها نايمين مع بعض، إذا بدك أنا عاملة معها على طول بدي أعمل معها، إذا بدك بحكيها ونجي لعندك نحن. كتير حلوة وصغيرة، عمرها شي 13 14 سنة. إذا بدك خبرني. بهذا الموضوع عنا ضيوفنا رح يكونوا حلا البنت اللي كان بالروبورتاج اللي بتتهم مرت خيها اللي بتعمل كل هالأنشطة اللي شفناها،
بتتهمها بانه عم بتعاشر خيها الثاني مش زوجها يعني، وبتتهمها بانه عم بتبيع اولاد مثل ما شفنا بالروبورتاج اللي حلقه انت عملتيه لما نقول انه حدا من الفريق. وحضرتك ساره حضرتي معنا الليله بناء ضميرك مثل ما عرفنا انه جيت تقولي شو شفتي بعينك. وفداء بالغرفه المظلمه كمان معنا لنشوف شو تعليقها على اللي شفناه الليله وكيف رح تدافع عن حالها بظل الاشياء اللي شفناها بالروبورتاج. حلا خليني بلش معك اول شيء، ليش بعد كل هالشيء قررتي هلا تحكي عن الموضوع؟ ليه تاخرتي هالقد؟ تأخرنا هالقد لأن كان في عنا وضع. خيي اللي مصاحبها هو دايما مشاكل بالبيت كرمالها، يعني ما بخلينا نتصرف بأي شيء، يعني ما طلع بإننا نعمل شيء من وراه. بدي بس اقول للشباب انه اوكي تفضلي كفي. عم تقولي لي انه هي معاشره خيك اللي هو خي زوجها يعني. مزبوط. وخيك اللي هو زوجها وينه؟ بالحبس. كيف فات على الحبس؟ شو بيشتغل اصلا؟ هو ما بيشتغل، اجره معوره. ايه معطوبه اجره ما بيقدر يوقف عليها. كيف اخذوا خيي. ايه اخذوا خيي الصغير، قالوا انا باخذك على المخفر وبجيبك، اخذوا وما رجع. وشو التهمه اللي كانت عليه؟ ما في تهمه. انحبس بلا تهمه؟ انت قلتي انه هي لفقت له تهمه. بدك تساليها، هي عندها الجواب، هي ما بتعطينا اي جواب ابدا. هي غابت جابت مصاري لتلفق له تهمه. وشو التهمه اللي هو مسجون فيها؟ التهمه اللي هي حاطت له اياها. طيب الاولاد اللي عم تاخذهم وتجيبهم من وين هول الاولاد؟ ما لهم اهل؟ بتعاشر عن حيل عن الشارع بتجيب عادي، شيء طبيعي عندها، ما عندها اي خوف من يعني حدا. كيف بتقنعهم؟ كمان هيدي هي تجاوب عليه. طب خلينا نروح لعندها لفداء طالما عم تقولي لي كل شيء انه تجاوب عليه. فداء شفتي الروبورتاج او سمعتيه معنا؟ أكيد سمعته. ايه شو رايك؟ حجاوبك على كل سؤال بتسأليني إياه. ايه شو رايك باللي شفناه؟ هذا سؤال عن قصة جوزي. عن قصه زوجك والنشاطات الثانيه. جوزي كان مصاحب شلة فلتانة. أيه. منهم بيتعاطوا مخدرات. كان مصاحب واحد اسمه بيبدأ اسمه بحرف العاء وبينتهي بحرف الراء. شو تهمته اللي فات فيه على الحبس؟ سلب. كانوا مستأجرين تاكسي. أيه. أنا حسب ما عرفت. ايه سيارة من واحد اسمه أحمد المولى. نعم. طيب ماخذين سيارة وحاطين عليها نمرة تاكسي ومشلحين مرة سنسال ذهب. طيب انت بعد ما طلقتي زوجك وبتعترفي بعلاقتك مع خيو؟ أنا مطلقني جوزي من وقت ما طلع من الحبس، طلقني 3 مرات. هذا الحكي منه مزبوط ابدا، ووثيقه الجواز جبتها في وثيقة بالريبورتاج. في وثيقة جواز. لحظه بدي خبرك شغله ست دموزيل مدام، بدي خبرك شغله. انت اول شيء نحن عم نحكي، انت بعدك اول شيء منك مطلقه، ثاني شغله انت عم أنا مطلقة. سلفك انت أنا مطلقة. لحظه أنا بدي خبرك مطلقة شغله. 3 مرات. أنا مطلقة 3 مرات. اسألي حالك أنت كم مرة مجوزة مش مطلقة. اسمعي انت معك ادله لهذا الشيء، انا معي ادله واثبت لك كل شيء. أنا معي طيب أدلة. خليني معك أدلة؟ أنا مطلقة 3 مرات. لحظه بدي فداء. خبرك شغله. هلا أنا مطلقة 3 مرات. أنت اسألي حالك طيب. قد ما صار لك متجوزة 3 مرات ومنك مطلقة. فداء وآخر خليني مرة اسالك سؤال لو تجوزتي سمحتي. واحد من فداء طرابلس. فداء ليه عم من تصرخي؟ طرابلس اسمه زكريا. فداء ليه عم تصرخي؟ وهربتي من عنده كرمال عشيقك. طيب فداء ليه عم تصرخي؟ ما عم صرخ طيب بس لأنه خليني هي عم تحكي. خليني انتقل للسؤال الثاني. تفضلي. لانه انا مدام يعني ريما. مش جايين نحن لانتم تتواجهوا وتجرسوا بعض محل، قد ما جايين نشوف شو وضع الاولاد اللي عم نحكي عنهم. تفضلي مدام ريما. حضرتك بتعترفي بعلاقه مع خي زوجك السابق؟ ما في علاقة. ما في علاقه بينك وبينه؟ في علاقة صداقة، وهذه العلاقة الصداقة كثير قوية بيني وبينه، وأنا بنت عادي. ما في علاقه قدام ابنك؟ ما في علاقة قدام ابني. طيب. فيك تدعي طيب. هيدا تدعي لسيلفي على طيب. هيدا. طيب هيدا الشيء نحن نعتبر انه منه مزبوط. شو في على الاولاد التانيين عم تحكي على التليفونات وتبيعي اولاد؟ تفضلي أنا حأحكيكي. تفضلي. هيدا التليفون، هيدا الحكي طلع من تليفون حلا مدام حلا عواد. هيدا هي صوتها إلها يعني؟ لا هيدا صوتي مدام ريما، أنا ما عم كذب، هيدا صوتي. يعني أنت عندك أولاد، عندك ما عندي زباين؟ ولاد. خليني احكي للاخر مدام ريما من بعد امرك. تفضلي. هيدا صوتي الي اللي طلع. انا قاعده عندهم بالبيت، هي كانت تجبرني حلا عواد للدعاره من بعد ما كانت، لاني انا ما قبلت معها. في فتره طلعت حلقه حبيب الشحرور وهربت انا وياها. مدام ريما ليش ما هربت طلعت وجهك انا مكشوف؟ وياها ليه ما على طلعت وجهك مكشوف؟ ليه ما طلع وجهك مكشوف يا مدام؟
انت هذا لاني ما بدي اياه يطلع وجهي. نحن ما بدنا اياكي عندنا بالبيت، لهذا السبب عم طيب تعملي لحظة هيك. مدام ريما خليني اكمل. فداء انا معك، هي جبرتك مع انه واضح للشغل بالدعاره، وهي إنه- كانت طيب. تشتغل عند خالها مع حبيب. انه واضح مع انه واضح منك ولد فداء، منك ولد. انت الولد. مع انه واضح ولد. انه ما في حدا يجبرك يعني انت من نبرة الولد. صوتك. هي انا كنت انا وياها بالاحداث. طب انا معك وياها كنت جبرتك. بالاحداث، انا ما عندي مأوى نام فيه، كانت طيب. تجبرني للدعاره وانا ما طيب. وافقت معها. كيف كانت تجبرك يعني تحط كانت- الفرد براسك يعني؟ لا ما كانت تحط الفرد براسي، كيف كانت كانت تقول لي تجبرك؟ على طول امشي معي لنشتغل، انا الا ما بدي. هالفترة أنا قبلت أحكي من تليفونها، إجت لعندي، أنا كنت بآخر المقبرة مدام ريما. طيب. إجت لعندي قالت لي أنا في واحد ظاهرة معه من قبلي. طيب ما يعطيني اوكي، ما بدي فوت 1200 بهول دولار. التفاصيل، فداء ما بضيع المشاهدين فوت بهي التفاصيل. أنا انا عندي بدي. سؤال محدد. تفضلي. اللي على التليفون عم تحكي وتقول عندي اولاد 15 و17 و18، واللي عم تحكي تقول حكي يعني أنا حكيت. اسلوب كيف يعني انت عم أنا تبيع حكيت اولادك هيدا إن صرت- الحكي يعني مدام ريما، أنا حكيت هيدا الحكي، بس هي كانت عم بتقلي بنحكي هيدا الحكي بنطلع أنا وياكي. هيدا منه مزبوط. انت نطلع عم لوين؟ تكذبي. نطلع لوين؟ انت عم تكذبي. خليني أكمل انت ما بعدين عندك هي اثبات، تحكي. جيبي لي اثبات ست فداء، جيبي خليني اثبات. اثبات انا عندي تليفونك. اثبات لك طيب. بكل شيء، بفيديوهات خليني بأصوات شوف. بصور بورقة. خليني شوف. الاثبات تليفونك مش فداء. من تليفوني طالع الحكي. فداء تليفوني متوقع بس صوتك. متوقع انك تقولي هيك على كل حال. انا ما بدي حق لا، بالشيء مش اللي عم متوقع. تعمليه. لا، مدام بس ريما، أنا ما خليني عم اشوف كذب. ساره شو حتقول. ساره تفضل قولي لي سارة. انت، ساره أنا انت سارة ليه ما جيتي؟ بعرفها. خليني اسمع هي لو اول سمحتي. شغله هي قالت ما بتعرفني. تفضلي. ما بتعرفك هي؟ هي ما بتعرفني انه كثير، ايه بس انه بالواجب. ايه اول شغله هي بعدها ما كانت اول شيء انه بتعرف انه حالها كانت عم تصورها. هي اول شغله. نعم. اول شيء ما كانت بتعرف. ثاني شغله هي بقصه الاولاد، يعني مش حيجي واحد يفتري عليها مثلا، وهي الولد كان عم يحكي نعم. والتليفونات نجاوب. وغير بس هيك انظر. بتحب مثل ما بيقولوا تدقدق وتبيع بنات نسمع وتبيع لو صبيان. سمحتي. ما إيه. عندها مشكله، حتى اذا بدها تفوت مع الصبي ولد صغير مستعده تاخده معها لينام معها مثل ما بيقولوا هي إيه، مجموعة اللي رايحه يعني. مجموعه. نعم. عرفتي؟ وغير هيك بتحب هي كثير اشياء مع الصبيان الصغار. بس كنت قلتي لي انه باعت اولاد، كيف يعني باعت اولاد؟ يعني بتتاجر هيدي- فيهم قصدك؟ ايه. انت شفتي بعينك؟ وانا كلنا اصلا كل حي المنطقه كلها بتعرف. طب كيف تركينا هيك يعني المنطقه كلها؟ ما خايفين على اولادكم بالمنطقه يعني؟ الحمد مش لله. ست ريما، في احكي كلمه؟ هيدي بنت يعني بتقولي منا طبيعيه، منا طبيعيه ابدا. عندها يعني بتحرض الخي على البي من اول ما فاتت لعنا على البيت، وهي بتحرض. انا بنزعب من اوضتي لحضرتها تفوت هي وسلفة على الاوضه، بيقعدوني برا البيت بلا اشاره وتحت الشتاء بس كرمال تفوت هي وسلفة عشيها على الاوضه. هيدي منا بنت، هيدي مش طبيعيه ابدا. بدك طيب. تشوفي حكي، هي انا معي ادله لها، بس هي تجيب لي اثبات، تجيب ادله علي قبلاني انا بكل حكي. فداء قد ايه عمرك بس تعرف؟ عمري 19. طيب ليكي عندي سؤال انا بسيط تفضل. يعني. هول الاولاد انت قلتي انه ما عم بتتاجري فيهم؟ اصلا انا ساره ما بعرفها. انا هيدا عندي الحكي- سؤال على الاولاد، يميني من ساره هلا. طيب. ساره عم بتكذب، قولي لي انت الاولاد اللي عم بتبيعيهم هيدا انا ما الحكي- ببيع اولاد. لا ما الحكي ببيع اللي أولاد. سمعناه بالتقرير. مدام ريما خليني احكي، اعطيني مجال. انا ما ببيع بس ما أولاد. تخبريني عن شيء ثاني، لا، خبريني عن الموضوع. انا ما ببيع اولاد، ما ببيع اولاد. اول شغله، هيدا الصوت، هي اول شيء اجت سجلت لي صوت فويس. انا عم بقول لك يمكن هن مش عارفين طب الفويس. سجلتك، بس جبرتك تقولي هالحكي يعني؟ اعطتك سيناريو يعني سجلتك؟ قالت لي احكي لا، هذا بدي الحكي أجبرها ولد. لنطلع نشرحه للزلمه بالاوتيل. 20 سنه. أي لحظة أنا عندي سؤال، أنت بتعاشري هول الأولاد كمان؟ لا ما بعاشر اولاد. وهذا الحكي كله اللي طلع على الهوا شو هو؟ هي قالت لي بنقول هيدا الحكي طيب. بنطلع بنشلح الزلمه بالاوتيل كرمال المصاري. أنت شو خص الزلمة؟ شو خص الزلمة؟ أي زلمة؟ لحظة، شو خص الزلمة؟ عن مين عم تحكي أنت؟ أنا بعد هلا ما فهمت مين الزلمة. عم يا بحكي فهمي لك اللي بطيء صار. يا أنا- فهمي بطيء يا في شيء غلط. هو لحم مش عارفين كل شيء اللي صاير. طيب أنت عندك ولد، انا عندي ولد عمره سنه. طب هذا الصبي لما يصير عمره 19 سنة و20 سنة وسمع هذا الكلام من أمه، شو قولك؟ رح يدور مين الرجال اللي حتشلحوه بالأوتيل؟ ها هيدا ابنك بس يكبر ويشوف هذا الحكي، شو رح يقول؟ ما بعرف. فداء طفي تليفونك، ما بعرف إذا طفيته. كيف يعني هلا قادرة تركزي مع التليفون ولا معنا؟ طفيته. طيب ابنك عمره سنة هلا انا سنه و3 ايام. وعايش بهذا الجو. جوي انا بضحي كرماله، بس هن اللي جوهم وسخ. طيب ابنك عايش بجو سلفتك فيه بتجبرك على الدعارة وما تركتي البيت انت؟ ها ما عندي مأوى غير. اوكي، يعني انت عم بتلبي بناء لهيدا الشيء. ايه. طيب كانت ابنك ست ريما كانت قاعده بصبرا، كانت اخذه بيت، كانت تروح تشتغل تجي.
هذا شو اللي عم بيرن هيك تليفونها؟ طب في تليفونك فداء بس 10 دقائق اذا فيكي لو سمحتي. تفضل. كانت قاعده بسبرة اخذ اوضه هي وسلفى. ليش اجت رجعت لعنا؟ لان بدها تخرب جو البيت. لانك بعدين انت أنا رجعتي قعدت جبتيني. لحظة، اسكتي لانك انت رجعتي جبتيني زقيتي لي اغراضي. اسكتي انا ما بجبرك على شيء. انت اللي بتجبريني. الكل بيعرف. اجبرك هلا على شيء. سالتي فداء طالما انت ما عامله شيء ليه عم بتصرخي يعني؟ انا ماني عامله شيء. طب طالما ما عامله شيء ليه بدها طب انا عندي تخبي سؤال وجهك؟ حلا بس الحكي اللي انقال لحد هلا بالروبورتاج شو بدها هي شو قالت؟ الحكي اللي انقال مرعب ومنه ابن امبارح ولا ابن جمعه، ابن حدا مثل ما عم تحكي ساره كمان وتقول جو الحي. مسألة صار لها قد صار لها هالشغله بتصير؟ من اول ما اجت على الحي 3 سنين يعني 3 سنين وحلا اليوم لا قررت تحكي. قررت احكي من ضغوطات. انا لأنه انزعت من البيت. أخواتها خليها تسكت بيشغلوها. ستريما. خليها تسكت. لانه اخواتها خليها بيشغلوها. تسكت. ما رح اسكت لانه فداء السؤال لحلا مش لإلك. مين كان طيب يشغلك؟ لحظة فداء السؤال لحلا، اوكي؟ خلينا نسمع حلا شو كيف بتقول. بدها تفضلي. تحكي هالشيء بعد ما تقلعت؟ اجت لعنا على البيت. ليه قررتي هلا؟ لا قررت هلا. خيي الكبير اللي كان مجوزها اللي كان انيها عنا بالبيت وما عارفين لا وضعها ولا ظروفها ولا قصتها كلها، كان يضربني ويزعبني من البيت من وراها. كذابة. ما اقدر احكي شيء ابدا. كذابه حبست خيي. اجى خيي الثاني طيب. صار كمان خيي يضربني ويقول لي يا كذا ويا كذا ويا كذا كرمالها، وانا طيب. من 4 ايام على القد انزعبت من البيت كرمالها. فداء قلتي انه انت جبرتك حلا على هيدا الكلام وعلى هيدا الجو اللي انت عايشه فيه، مع انه انت قلتي بالروبورتاج جمله انتم بتعرفوا انه انا اللي بدي اياه بعمله. كل أنا العالم قايلة بتعرف انه انا اللي بدي اياه بعمله. أنا كنت عم بحكي كمان مع- جبرتك على هاي الجمله؟ مدام ريما، هيدا الحكي كنت انا عم بحكيه مع بنت خالتي وهي مسجله هيدا الصوت. طيب طيب انا بس عندي سؤال. ابنك اذا تورط مع حدا بيوم من الايام لا سمح الله شو رايك بيكون؟ اذا أنا؟ هيك شي مره كبيره اخذته انا عملت فيه بقتل شي. كرماله لابني. طيب اوكي، شو رايك باهاليهم لهالولاد اللي كان اللي عم بيشوفوا هلا اللي عم انا ما عندي اولاد، ما لا عندي اولاد العالم عم بحكي، ما عم بحكي عن الناس اللي 17 و18 وقاعده شوفوا. بتسعريهم وبتصفيهم كمان. أنا ما بساعدهم. على كل حال شكرا لك انك تجرأتي وكنتي معنا اليوم وتجرأتي قلتي هذا الكلام اللي كان متوقع انه ينقال. اكيد. ساره اكيد كان متوقع إنه ينقال. اكيد لان بدها تحكي شيء طبيعي. على كل حال انا بدي اقول انه نحن ما بهمنا انت شو بتعملي، انت حره، بس بهمنا الاولاد اللي انت عم بتورطيهم. أنا ما بهمنا بورط حدا. ابنك اللي انت عم تعملي قدامه ستري ما بكره ابنها بس يكبر كيف بدي العالم هيدي شو بدها الأمور. تحكي عنه. انا بس بدي اقول انه ملف هيدي القضيه كلها صار بوزاره الشؤون الاجتماعيه، نحن أوكي. هون ما بهمنا انتم شو بتعملوا، انتم حرين، نحن عم نحكي. بس أنا نحن سارة ما هدفنا بعرف- بالبرنامج ما بعرف هيدا الحكي سارة اللي لسارة، حكيته. نحن هدفنا بالبرنامج حمايه الاولاد فقط لا غير. تفضل. والاولاد من بيتك وطلوع انت عم بتورطيهم لا، أنا حسب ما بورط شفنا. حدا. وكمان مش بس انه وزاره الشؤون الاجتماعيه، كمان الاشخاص المختصين شايفين هيدي المسائل اللي هن معنيين بهيدي الامور. هيدا يعني صار عندهم الموضوع بمثابه اخبار اذا بدنا نحكي ماشي. بطريقه المباشره. ساره انت كمان صار لك عايشه بهيدا الحي وقت طويل وشفتي 4 بعينك. سارة أنت- مش عايشة بهيدا الحي. فداء عم بسال ساره ما عم بسالك الك. قلتي انه انت بهيدا الجو شايفه الاولاد، قلتي لك 3/4 الحي بيعرف كتير. بهيدا الموضوع. يعني مثلا طب ولد الاهل صغير ما مثلاً. بيشتكوا ولا حدا جرب يشتكي؟ ممكن الاهل ما يكونوا بيعرفوا اذا هي مثلا تكون هيدا ماشي أنا ما ولد بعرف. عمره 8 سنين 9 سنين و10 سنين وما بعرف قد ايه، تعيط له مثلا تعالي عندي على البيت، الاهل شو هيعرفوا طب انت ليه جيتي اليوم؟ انا قولي. كرمال الولد، أي كرمال ولد؟ الاولاد اللي عم يتعذبوا وكرمال ابنها. يعني هلا هو ابنها ما دخلني فيه، بس كرمال ابنها وكرمال الاولاد. بتعرفي حاسال سؤال بعرف اذا بايخ، بس انه حدا فيكم فكر يشتكي لجهه امنيه بهذا الموضوع او جهه انا معنية؟ رحت ايه انا رحت وما يطلع بايدهم يعملوا شيء ابدا. كيف يعني ما بيطلع بايدهم؟ ما كانوا يروحوا. انا رحت كذا مره قال لهم هيدي المخلوقه نحن ما بدنا اياها بالبيت، عامله هيك 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 هيك. وين عم رحتي؟ نتفوت بالحي. وين رحتي؟ رحت على المخفر الاذاعي، خيي قوص باجره من وراها، خيي الصغير. طب تروح بمخفر- تجيب مصاري تجيب بمخفر مخفر الاذاعي لخيي. انت حكيتي عن ملف الدعاره كمان ولا بس لا حكيتي ملف عن دعار خيي؟ لا بس عنه وعن خيي. هي بتحرض العائله كلها، بتحرض العائله كلها. يعني انا شو بتتوقع انه انا خيي يضربني كرمال وحده مثل هيدي؟ يعني انت كان همك لانك بس ما شو في كان في بالبيت؟ سلب الشخصيه، اخواتك كان اللي همك بس شو يضربوكي. بيصير بالبيت، يعني ما حكيتي عن الاولاد التانيين. انا مع همي انه كله. يا حلا مع انه اخواتك إذا أنت- بيضربوكي لانك معك انفصال. اذا انت بدك تورطي فداء مزبوط مثل ما انت حكيتي حمايه لبيتك، ما عندها مليون مصيبه ثانيه فيك تحكي فيهم. عندها مصايب كتير، اذا بدي اعدد لك مصايبها ما بنخلص لبكره. بس لحظه قصدي ليه ما اشتكيتي على هيدي الامور؟ مش نحن مش جايين بس كرمال وضع البيت، هلا هي متحمله البيت من ايمتى، بس نحن جايين كرمال هالاولاد وكرمال انه ابنها كمان وما حلوه وسلفى وهي ما مطلقه من ما جوزها. حلوه؟ بلا مطلع فيكم تدقوا لحظة، لجوزها. لحظة. انه
نحن ما شدلنا بطلاقك او عدم طلاقك، حتى انت وسلفك محل، ما بدي احكي بهذا الموضوع، هذا شيء شأن عائلي وانتم بتحلوه مع بعض. اصلا هذا الشيء ما بس في حدا يحكي فيه الا جوزي. الحكي اللي انت ما بررتيه واللي ظهر بالروبورتاج بشكل كتير واضح شو ما بررت؟ هو انك تورطي اولاد وتعاشريهم، وهو تخلي اولادك ابنك يحضر المشاهد كمان. هذا الشيء يحضر كتير المشاهد. لا انا كذا مره طيب. بدها تكذبني. هلا انا كذا مره فوت على الاوضه مرتين ولاقيها بوضع منه طبيعي وابنها طيب. موجود. كذابه. اوكي، على كل حال الموضوع انتهى كذابه. وصار عند المعنيين بجزء معين، جزء وزاره الشؤون الاجتماعيه، والجزء الاخر ان شاء الله يكونوا عم يحضرونا لياخذوا تصرف سريع بهذا الموضوع. رح الاسبوع الجاي فداء وقفوها الاداب، شرطه الاداب، فداء الست اللي كانت معنا، ما بعرف الست بتزبط عليها، اللي كانت معنا قبل شوي بالغرفه المظلمه، واللي واضح انه هي بتشغل اولاد وكمان بتعاشر اولاد، وهذا الصوت وصل. وانا بشكر كل الجهات المعنيه اللي تحركت بسرعه بهذا الموضوع. رح اذا نختم حلقتنا لليوم اللي